4 مراحل علشان تتخلصي من العصبية. تعالي أقولك على طرق مختصرة للاحتفاظ بهدوئك، وده اسم الكتاب اللي كتبته جين لاندلفيلد. الكاتبة قالت علشان نتخلص من العصبية ونحافظ على هدوءنا لازم نمر ب4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإعداد. أول حاجة تعمليها إنك تخصصي لنفسك وقت علشان تقيمي فيه انفعالاتك ونقيمي فيه عصبيتك. تقعدي كده مع نفسك وتكتبي لستة، تقولي أنا بتعصب ليه؟ إيه اللي بيثير عصبيتي؟ وإيه الحاجات الوحشة اللي بتحصل لي لما بكون متعصبة؟ وكمان إيه الحاجات الحلوة اللي هتحصل لي لو أنا ما اتعصبتش؟ والكاتبة قالت إن تقييم السلوك ده لازم يحصل بحد أدنى 2 ساعات في الأسبوع. المرحلة الثانية تقوية الذات. أهم حاجة تزودي تقديرك لنفسك، لأن معظم حالات الغضب والعصبية بتيجي من قلة الثقة في النفس. يعني مثلا لو حد انتقدك أو اتنمر عليكي قدام الناس، انت هتتهزي لأنك مش واثقة في نفسك زيادة، كده هتتضايقي. بس في فرق لما تبقي منفعلة وعصبية قوي علشان انت مهزوزة، وفي فرق ان انت واثقة قوي في نفسك فانت هتحرجيه وتوقفيه عند حد. وهنا الكاتبة بتقول ان اهم حاجة تعرفي عيوبك والنواقص اللي عندك وتتصالحي معاها، لدرجة ان انت محتاجة تكتبي لستة بالحاجات اللي بتضايقك في نفسك وتحضري ردود لو حد قالك عليه. المرحلة الثالثة إدراك الاستقرار. يعني تمام، عرفتي اللي بيضايقك وكمان زودتي الثقة في نفسك، فكده تمام، ثبتي بقى السيطرة. وده مش هيحصل غير لما تاخدي بالك من صحتك النفسية والجسدية. يعني من الآخر لو انت تعبانة وما بتناميش ومرهقة، فطبيعي جدا خلقك يبقى ضيق وتتعصبي على اي حد في وشك. فلما تاخدي بالك من صحتك النفسيه وصحتك الجسديه، كل ده هينعكس عليكي ومش هتتعصبي بسرعه. المرحله الرابعه والاخيره التحكم في السلوك والتعبيرات الجسديه، ودي مش هتوصلي لها الا لو عديتي بالمراحل اللي فاتت، ومعناها انك تعرفي تتحكمي في سلوكك وقت الموقف نفسه. يعني من الاخر ملطفات وقت الانفعال. فبيقولك لو الانسان اللي بيثير غضبك ده واقف قدامك، خلي بينك وبينه مسافه، حاولي تطلعي خالص وتسيبي الاوضه، او على الاقل سيبي مسافه بينك وبينه، ارجعي خطوتين ورا، لو انت قاعده ارجعي كده على الكرسي، المهم خلي بينكم مسافه. كمان الكاتبه قالت وقت الانفعال حاولي تشتتي نفسك. يعني لو قاعده مع مديرك ونرفزك وخلاص هتتعصبي عليه، بصي في تسريحه شعر ساره اللي ورا، او عدي بقى كام ترابيزه في المكان اللي انتوا قاعدين فيه. المهم تشتتي نفسك باي حاجه. بالطريقه دي انت بتشتتي انتباه الجانب الانفعالي اللي عندك ومش هتتعصبي. اكتبوا لي في الكومنتس ازاي بتتحكموا في العصبيه اللي عندكم. انا فيروز يسري، ودي حكايه قبل اليوم.